أنا عمري ما كنت أتخيل إن كوباية مية ممكن تبقى بداية النهاية. كل حاجة بدأت في ليلة عادية جدا. الجو كان حر والكهرباء قطعة في نص البلد، فكنت عطشانة جدا. رحت المطبخ وفتحت الحنفية ومليت الكوباية وشربت. هو طعمها كان غريب، مالح شوية وتحس فيه معادن. حسيت إن في حاجة مش طبيعية. الصبح صحيت على صوت صرخات في الشارع. أول ما فتحت الشباك شفت كابوس. جيراني بيجروا في الشارع ووراهم ناس تانية مش طبيعيين، عيونهم حمرا ووشهم شاحب وجسمهم بيتحرك زي ما يكون مكسور. خطواتهم متقطعة لكن سريعة، أسرع من أي بني آدم عادي. في لحظة واحدة فهمت دول مش بشر، دول زومبي. واكتر حاجة رعبتني انهم كانوا بيهجموا على اي حد واقف او ماشي، وبيعضوه باسنانهم زي الكلاب المسعورة. واللي بيتعض بيرجع يقوم تاني بعد دقايق ويبقى واحد منهم. سمعت خبر بيقول ان المية كلها اتسممت بحاجة غريبة محدش فهمها لحد دلوقتي. الفيروس بينتقل من المية بسرعة، واي حد شرب منها مصيره مؤكد ان هو هيتحول للزومبي. وشفت الخبر ده على التلفزيون. عاجل. مصادر محلية تؤكد ظهور حالات غريبة لتحول مواطنين إلى ما يشبه الزومبية، وذلك بعد تلوث مياه النهر بمادة مجهولة. السلطات تحذر المواطنين من شرب المياه حتى إشعار آخر، وتدعو الجميع لتوخي الحذر. قعدت اترعش وقلبي كان هيقف. انا شربت، هل هتحول زيهم؟ فضلت ابص على ايديا وجسمي. مر ساعة واتنين وتلاتة ولسه بخير. يمكن انا محظوظة، يمكن جسمي مقاوم المرض. الصوت في الشارع بقى جحيم، صرخات وعياط وزعيق. قررت اهرب وفتحت شنطتي ورميت فيها اي اكل ناشف لقيته، وازازة مية معدنية مقفولة وسكينة مطبخ. ونزلت على السلم ببطء، وكنت سامع خطوات تقيلة بتقرب مني. وانا نازلة شفت جارتي، كانت ست كبيرة طول عمرها طيبة، بس دلوقتي وشها متشوه وعينيها طالعة من مكانها واسنانها مليانة دم. اول ما شافتني هجمت عليا، قلبي وقع. جريت على طول وسمعت صوتها بتصرخ بصوت مش بشري. خرجت للشارع واللي شفته هناك مش ممكن يتوصف ابدا. المدينة كلها عبارة عن جحيم، ناس بتجري وناس بتتسحب على الارض غرقانة دم، والاطفال كلهم متحولين للزومبي. بدأت اجري من شارع لشارع والزومبي ورايا. كل ما افتكر المشهد اللي شفته في اول الزاوية قلبي يتقطع. واحد عايش وبيجري وقع، و4 زومبي طلعوا عليه وحولوه لزومبي زيهم. كل باب خبطت عليه الناس كانت مقفلة على نفسها من الرعب. كنت بسمع اصوات من جوه البيوت، اطفال بيعيطوا وستات بتدعي ورجالة بتكسر في الخشب عشان يسدوا الشبابيك. في لحظة زومبي ضخم شافني، جري عليا بسرعة رهيبة وجسمه كله متقطع وجلده سايب. فضلت اجري ورجلي بتتزحلق من الدم اللي في الارض. بعد ساعات هروب عيني وقعت على بيت قديم مهجور في طرف الشارع، الشبابيك مكسورة والباب نصه واقع. دخلت بسرعة وحاولت اسند الباب بخشبة. قلبي كان هينفجر من كتر الرعب. البيت كان ضلمة مليان تراب وعنكبوت، بس كان أأمن من الشارع. طلعت الدور التاني ولقيت أوضة صغيرة فيها دولاب خشب كبير. دخلت جواه وقفلت على نفسي. فجأة سمعت أصوات خطوات تقيلة، الخشب بيصرخ تحت رجليهم. الزومبي بره البيت، واحد منهم قرب من الشقة، ايده لمست الباب. كنت هصرخ لكن عضيت ايدي عشان امنع صوتي. بعد دقيقة واحد من بره صرخ بصوت مرعب، فكلهم جريوا ناحيته.
انا فضلت في الدولاب ساعات مش قادرة اتحرك من الخوف. دلوقتي بقالي ايام مستخبية في البيت ده. الاكل خلص تقريبا والزومبي مالين الشوارع. كل ليلة بسمع اصواتهم حواليا وصوت خبط على الشبابيك. انا لو خرجت هموت، ولو فضلت هنا هموت من الجوع. انا مش عارفة جسمي لحد دلوقتي ليه ما تحولش. يمكن لسه الدور جاي، يمكن انا بس نسخة متأخرة. ساعات بحس جسمي سخن وساعات بحس بعطش غريب كأني محتاجة دم. القصة دي حقيقية، فهل تصدق أم لا تصدق؟